السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله دائما وابدا والشكر لله، والصلاة والسلام على أفضل خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. من فلسطين أتيناكم لننقل لكم تحياتنا، تحيات شعب فلسطين المجاهد المناضل من أجل الحرية إلى هذا البلد، إلى إندونيسيا، إلى هذه الولاية التي لمسنا منها كل الاحترام، كل التقدير لهذه ولهذا الشعب الإندونيسي الحبيب. Setelah beliau mengucapkan salam dan alhamdulillah serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, dari Palestina kami datang kepada Anda sekalian ke negara Indonesia, ke wilayah Aceh. Palestina adalah negara dengan para penduduknya yang sedang berjuang melawan penjajahan. Kami datang kepada Anda sekalian karena kami mendapatkan bahwa Anda sekalian adalah orang-orang yang peduli terhadap saudara-saudara mereka di Palestina. هنا مجاملة أقول لكم من أعماق القلب أننا فخورين بإندونيسيا بقيادتها بأبنائها وبناتها على ما يقومون فيه تجاه الشعب الفلسطيني من دعم ومساندة ومناصرة. الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ أكثر من 75 عاما بسبب التآمر الدولي عليه، أصبح من الضروري أن يستمر في نضاله نحو الحرية، نحو التحرر، حتى إقامة هذه الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هذا هي إرادة الشعب الفلسطيني، وإندونيسيا بقيادتها وبشعبها يدعم هذا التوجه ويقف دائما نحو التطلع، نحو الحرية، من أجل الاستقلال، من أجل السيادة. Dan sebuah basa-basi ketika saya menyampaikan bahwa kami bangsa Palestina sangat berbangga hati dengan bangsa Indonesia, dengan para pimpinan dan rakyatnya yang selama ini mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk membebaskan diri mereka dari penjajahan, untuk menjadikan negara Palestina adalah negara yang berdaulat dengan beribu kota Al-Quds Al-Syarif. Dan kami sangat berterima kasih dan sangat berbangga hati dengan apa yang selama ini dilakukan oleh bangsa Indonesia, pemerintah dan rakyatnya yang terus mendukung perjuangan kami. وأنا لا أريد أن أدخل في التاريخ، لكن فلسطين أنتم تعرفون كيف ضاعت ومن السبب في ذلك. هي القوى الاستعمارية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وعد بلفور المشؤوم الذي خلق هذا الكيان، خلق إسرائيل على أرض فلسطين. على الرغم من ذلك أن الشعب الفلسطيني وقيادته قررت أن السلام المنشود هو تطلع الشعوب، وتطلعنا نحن كفلسطينيين نحو التحرر. أردنا السلام، عملنا من أجل السلام، لكن إسرائيل هؤلاء القتلة، هؤلاء المجرمون لا يريدون تحقيق السلام على أرض السلام. عدو الأمة قاطبة، ليس الشعب الفلسطيني فقط. هذه استراتيجية هذا الاحتلال المدعوم أمريكيا وبريطانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. أقول لكم اليوم ومن هنا أن الشعب الفلسطيني مصمم
ومصمم على استمرارية النضال حتى يحقق النصر ويقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة. Hal-hal dan musibah-musibah, dan beliau juga mengharapkan agar Palestina ini bisa segera menjadi negara yang merdeka dalam waktu yang dekat. أؤكد لكم أخيرا أن الشعب الفلسطيني موحد ويد واحدة تقاتل جنبا إلى جنب لدحر هذا العدوان وهذا الإجرام الذي تمارسه إسرائيل بالآلة الأمريكية للأسف. أقول بسم الله الرحمن الرحيم: من المؤمنين رجال ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر.